السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. وهبي اللي محكوم بأقل من عامين يقدر يشري حبسه بالفلوس. بعد ضجة مباراة المحاماة والتصريحات التي عقبتها، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريح جديد أثار من خلاله جدلا واسعا. وهبي كشف في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن العقوبات البديلة للسجن التي ستتضمن القانون الجنائي أو قانون مستقل. وبالنسبة للكبار، أفاد وهبي أنه إذا عوقب شخص بجريمة أقل من سنتين، يمكن مقابل دخول السجن أن يؤدي ثمنها للدولة. وأضاف وهبي أن ثمن السجن يتراوح بين 100 و2000 درهم كبديل عن قضاء العقوبة السجنية. وفي سياق متصل، ذكر وزير أن وزارته منعت إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة سجن، واستبدلت ذلك بقيامه بأشغال عامة. وأكد ذات المتحدث أن وزارته تعتبر أن سر الرشد الجنائي في 18 سنة، مشيرا أن العقوبات البديلة تهم الطفل والحدث والشخص الذي لا يتجاوز سن معين.